عودة للتراث اللي بيتسرق. بقالي كتير ما عملتش فيديوهات عن التراث حبايب قلبي، فعودة مرة أخرى. الحقيقة إنه النهاردة كنت في السيدة زينب، وكنت سامعة عن اختراع كده في السيدة، فقلت لما اروح اجرب وندوق. ما ندوقش ليه يعني؟ هتقول لا يعني؟ مش هنقول لا. فروحت عند عرفة الكنفاني، فكانوا بيقولوا عنده اختراع كده هو عامله محدش بيعمله تاني غيره، فقلت لما اروح اجرب ليه لا، واي نوت. اهم حاجة ان احنا نوثق الحاجة بتاعتنا قبل ما تتسرق. ليه؟ عشان الحاجة بتتسرق زي ما انت حضراتكم شايفين كده. فرحت جبت من عنده لقمة عرفة. هي اهي، يعني كده اهي. انتوا تفهموش هي زلابيا ولا هي دونتس، هي واخدة الشكل ده. فجالي فضول الحقيقة اعرف القصة فيها ايه، فتعالوا نشوف القصة فيها ايه. مم. 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 لا حلوة، مقرمشة قوي. مم. مم. هي زلابيا تمام، بس واخدة شكل الدونتس، عشان بس الناس اللي محتارة هي زلابيا ولا دونتس ولا القصة فيها ايه. لا، هي دي عجينة الزلابيا عادي، بس واخدة شكل الدونتس. انا معرفش عملوها ازاي، بس اكيد يعني عملوها بآلة او حاجة، مش عارفة. بس حلوة حلوة. هي الواحدة ب10 جنيه. فين عرفة الكنفاني؟ عند مسجد السيدة، قدامه على طول في ميدان الجامع. تحفة. انا حاسة يعني عيب قوي ان انا اقعد اكل كده. سلام عليكم. يعني نوثق كده عشان ما حدش عنده الاختراع ده، بنوثقه عشان ما يتسرقش. واروح اكمل اكل بقى.